لأول مرة سيتمكن عموم المواطنين من الدخول إلى الشبكة العنكبوتية مجانا عبر تقنية الويفي. المبادرة أطلقها أحد الفاعلين في مجال الاتصالات، والمحطة الأولى مدينة الجديدة، على أن تعمم تجربة في باقي المدن. ريبورتاج عبد الله إيتابية، تحرير نادية أحتى. إلى كل من لا يتوفر على إمكانية الاتصال بالإنترنت اليوم أصبح الأمر ممكنا مع بادرة مغربية هي الأولى من نوعها. ويفي حداك سيمكن زبناء الشبكة العنكبوتية من الاستفادة مجانا من صبيب عال أينما حلوا وارتحالوا. هدفنا الأول هو توفير إمكانية الاتصال بالإنترنت بصبيب عال، خاصة في الأماكن العمومية كالشواطئ والشوارع، على أن يعمم قادما بالمركبة الجامعية. sur la plage de Sidi Bouzid bientôt et également les complexes universitaires à l'entrée inchallah. بلغة الأرقام وحسب البحث الوطني السنوي للتكنولوجيا، عدد مستعملي الإنترنت بالمغرب يبلغ 15.6 مليون مستعمل، 53% منهم يرتبطون بالإنترنت يوميا. لي بوبليك و غراتوي بيان سور غيعاونني انا في سوا في لا في بروفيسيونيل ديالي ولا في لا في بيرسونيل ديالي، يعني في عاود لان يوتيليزي ناكل 3 جي ديالي ولا لا دي اس ال في الدار. هاد الويفي اللي داروا مزيان في الحقيقه، تيسمح لك انك في لي زيسباس لي اوفر انك تكونيكت. التكنولوجيا الجديدة ويفي ستعمد المزاوجة بين نظام الجيل الثالث للاتصالات ونظام الاتصال اللاسلكي بالشبكة لتوسيع رقعة الاستفادة لدى العموم.